مكشف الحلل تبرد. الاكل كده الاكل. هدير نعم. جهزت الاكل؟ هطلع. طب ماشي، يلا اطلعي بقى مع خالتي شويه بره. مش هطلع يا عبدو. ليه يا هدير؟ مش انا قلت لك مش هطلع؟ ده جاي ساعتين وماشي. طيب ماشي ان شاء الله قاعده 5 دقايق طيب، او اليوم كله. وانت مصممه تحرجيني معاها مش يعني؟ هحرجك يا عبدو، انا هحط لكم الاكل واختك تيجي تاخده مني من الصينيه وانا هطلع في شقتي. ليه يا هدير؟ مش تاكلي معانا؟ ما انت عارف ان انا زعلانه من خالتك يعني يا عبدو. يا ستي مشي دنيتك كل ما معاها. تيجي هنا ما بتسيبنيش في حالي. ده اهلك جابولك، ده اهلك عملولك، هو انا يعني ما عنديش دم ان انا ازعل؟ ماشي يا حبيبتي. انا من يوم ما اتجوزت هنا كل ما تطلع شقتي تلاقي في حاجه. هو ابوكي ما جابلكيش طقم كوبايات مش عارفه ايه؟ هو ابوكي جابلك غساله واحده؟ هو ابوكي عمل ايه؟ هو ابوكي سوى ايه؟ هدير انا عارف ان خالتي بتقعد تتدخل وبتطقس في كل حاجه، فاسمعي من هنا وطلعي من هنا، فعلا بقول لك اطلعي اقعدي معاها بره شويه. ماشي. انت بتزعق ليه؟ ما من ساعه ما جت من بقالها ساعه ونص ولا ساعتين، انت حتى ما طلعتيش قدمت لها كوبايه ميه. ايوه عشان زعلانه منها، عشان كل مره ما بتيجي هنا بتحرجني وتكسر بخاطري. معلش يا حبيبتي. فخلاص باخد جنب منها وخلاص. اعصري. اتجنب. اعصري على نفسك ليمونه واطلعي سلمي، ونعدي اليوم ده على خير، وهي هتمشي. هي بتيجي ساعتين ثلاثه وتمشي يا هدير. على فكره هي المفروض جت من غير ميعاد، وطبعا هتتعزم معزومه. طب إيه؟ من غير ميعاد وانا جايه اكل عندكم؟ انا ما قلتش حاجه والله، بس انا ما بحبش اقابلها. انا هقدر امنعها يعني ان هي ما تجيش؟ انا ما قلتش تمنعها يا عبدو، بس انا ما تغصبنيش على حاجه انا مش عايزاها لو ده سمحت. انت هتطلعي الاكل وهتقعدي معانا على الاكل. هي لو قالت حاجه اسمعي من هنا وطلعي من هنا يا هدير. يا عبدو مفيش حاجه اسمها اسمع من هنا وطلع من هنا. انا عندي كرامه وفي نفس الوقت بزعل، بيصعب عليا نفسي. انا اصلا اليوم اللي خالتك بتيجي فيه هنا بالذات انا تاني يوم بتعب. انا تاني يوم بتعب من ان ليه هي يعني؟ بتحرجني وتكسر بخاطري، وربنا الاعلم انا بقعد اعيط ويصعب عليا نفسي قد ايه. هد... انا مش فاهمه في ايه، امك عمرها ما عملت معايا كده. معلش يا هدير، عدي اليوم جهز الاكل، انا هخلي اختي تخش تساعدك، واطلعي اقعدي معاها وسلمي. بالله عليك عشان خاطري مش كل حاجة إجباري. ما تجبرنيش على حاجة أنا مش عايزة أعملها. تفكر زي ما تفكر، تفكر أنا مش عايزة أقابلها، تفكر إن أنا ما بحبهاش زي ما تفكر، عشان خاطري أرجوك والنبي. أنا عشان أسلم من خالتك، بس عشان أنا والنبي ما عايزة وجع دماغ ومش عايزة مشاكل. أنا وقفت هعمل لكم الأكل أهو، وأنا معدية أسلم عليها وأطلع شقتي طب ماشي تجنبا للكلام اللي هي تقوله. أنا بحترمها. أنا اه. بحترمها ومهما تهزق فيا ومهما تتكلم، يعني ترضى إن حد يعمل في بنتها كده؟ وبتطلع بص تقطم كل حاجة في الشقة عندي. هي مش هتطلع شقتك النهارده، اطلعي حطي الاكل واقعدي اتغدي، واطلعي شقتك بعد ما تاكلي. ماشي. بعد ما تمشي أرجوك بالله مم. عليك. يبقى انت كده عايز تعملي مشاكل، وامي كمان هتقلب عليكي. يلا يا هدير. ماشي. انا هنادي الاخت اهو تجيلك. كل حاجة بيجبرني إن أنا أعملها. مش حاسة قد إيه الكلام اللي خالته بتقعد تقوله لي بيجرحني وبيزعلني وبيتعب نفسيتي من جوه، وبقعد أعيط قد إيه ونفسيتي بتتعب بعدها، وخالته ما بتسيبنيش في حالي. سبحان الله والله سبحان الله. هما كده الناس الكبيرة في بعض منهم الصينية فين؟